حاضرين تحيه للرفاق ديال الحزب اللي كنحاضرين حتى معنا، وحنا هنا كنتكسفوا كنعتذروا لكم لاننا غيرنا المسار شويه ديال النشاط، ولكن استغلينا الظرفيه باش نطرحوا لكم نتوما كرأي عام المشكل اللي كنعانيو منه وكيعاني منه قطاع الصحه. الا كان حزب تقدم الاشتراكيه ذو توجهات يساريه، راه كنقولوا ليه انت كحزب تقدم ذو توجهات يساريه راك غادي في توجه اخر عكس علاش خرجتي للوجود. ذو توجه يساري غادي في اطار الخصاصه ديال قطاع الصحه، وكنشوفوا حنا ككل ان قطاع التعليم اللي مشى في اطار الخصاصه البرجه اللي واقع في قطاع التعليم، راه حنا واليمن تحت في العرب. وبغينا عاوتاني نزيدوا قطاع الصحه باش نحنا شي دوله ما عرفت كايناش كاع، شي دوله فيها شي جزيره ولا ما عرفتش هكذا اللي بغاو يديروا لنا. الصحه عباد الله راه ماشي الخصاصه، او التعليم ماشي الخصاصه، واخا التعليم مشى غادي نسودوا، الصحه ما تخوصش. السيد وزير التعليم واحد النهار كان صرح برنامج حواري في التلفازه كيصرح بان عنده خصاص ديال 9000 7000 طبيب، ولكن وزاره الماليه لي بوست بيدجيتير اللي كتعطيه ما كتسمحليش انه يوظفهم كاملين. راه البوست بيدجيتير اللي كتسمح الوزاره كتعطي وزاره الماليه اللي كتحكم، وفانتما كتشوفوا حنا راه خريجين 2012 وقبلنا 2011 مازال ما خدموا. هو تحت ذريعه الخصاص كيصرح بانه راه خصو يدخل القطاع الخاص على انه يخدم. واش عليه ضغط من شي لوبي؟ الله اعلم. واش عليه ضغط؟ ما نعرف، راه هادشي اللي باين لينا حنا. انا كنتمنى شي ما نعرف، ولا كان هذا السيد الوزير ذو التوجه اليساري عنده هدف الناس اللي صوتات عليهم وطلعتهم لدى الحكومه، واخا ما فات الحكومه تزاوج بين اليسار الاسلاميه ما عرفت كيفاش وقع على علامات الاستفهام. هاد الناس طلعوهم من الحكومه باش يخدموا لهم المصالح ديالهم. مصلحه المواطن المغربي في قطاع الصحه سهله، صوب لي القطاع العام وهيكل لي القطاع الخاص. القطاع الخاص راه مازال ما يهكش، القطاع الخاص غنجيو ندخلوا الناس القطاع الخاص يخدموا في ديال الدوله، وهيكل القطاع الخاص. شي هيكله القطاع الخاص غير دقيقه، هيكله القطاع الخاص هي الحل، لان في ديك اللحظه غتخلق تنافسيه شريفه بين القطاع الخاص والقطاع العام اللي غيصرف لنا المواطن اللي الحزب لطالما تاريخيا كان كيناضل على هذا المواطن المغربي هذا. كلمه واحده باغي نزيدها، طيرتيها لي. خليو عنده الوقت ديالو يعبر على رايه بكل حريه. تفضل خليه صافي الله يسامحك كملها. المهم كما قلنا القطاع فكره واضحه، راه جهاد وضحات وضحات. وانا كنمشي في السياق السياسي، كنمشي في السياق السياسي. المهم هذا القطاع ماشي بالخصاصه. غادي نرجع لواحد الشخص قبيله اللي قال لكم الله يخليكم صراع الكفاءات. صراع الكفاءات، واش واحد داخل لانستيتيو 14 15 بري سيليكسيون كي لورال وكيقراو ب 20 في ظروف جديه توصل للترين سيستيم ميليتير كاملين الناس عارفين شنو كيدوز على الدراري، وحنا وعلى الفكره كنشكروا الاساتذه ديالنا اللي راهم نبرطونا وخرجنا دي كومبيتور الحمد لله. شكرا. من هنا غير نقول واحد القضيه، كيجي واحد عنده 10-0-1 با عنده الفلوس كيمشي كيعطي ديك الفلوس للطبقه البرجوازيه كيزيد يطلعها، وفي الاخر كيقول لك ديك الطبقه اللي جابت الفلوس انت عطيتيه الفلوس باش هو يطلع. كتمشي كتعطيه الفلوس كتشد ديبلوم في ظروف ما نعرفش شنو هي الظروف هذه باش الدبلوم حنا كاملين عارفينها. كيجي الستاج مع 10 كيمشي مع 12 ما يجيش ماشي مشكل، ويجي في الاخر قدامي واش تعطيه المواطن المغربي يداويه باش تولي عندنا ماشي مستشفيات، غتولي لاباطوار. والسميح وشكرا وتحيه نضاليه.